بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة دي؟ بصوا بقى، هنعمل مع بعض رز بالخضار بقى مع فراخ كده رول، بجد في منتهى الجمال. سموها بقى زي ما يعجبكم، كوردن بلو، سموها فراخ رول براحتكم. بصوا بقى الجمال والحلاوة بجد بتتحدث عن نفسها. وكل ده من نص كيلو بانيه يا حبايبي عملناه. بصوا بقى، أكلة اقتصادية وجميلة في نفس الوقت وهتشرفك. بص بقى الجمال، ولو عجبكم بقى شكل الجمال ده كله ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله. يلا بينا بقى ندخل الفيديو. يلا بينا نفتح واحدة بقى. بصوا بقى الجبنة مطة بجد تحفة. بصوا بقى المطة واصلة معانا لغاية فين. الله بقى على الفراخ الرول مع الجبنة بقى، ولا موتزاريلا ولا حاجة، كل الحكاية جبنة رومي عادية خالص خالص. بجد عظمة. يلا بينا بقى ندوق بقى الجمال ده كله. ومعانا هنا نص كيلو بانيه، ومعانا هنا خلطة ال11 بهار يا حبايبي. دي بقى هتغنيكوا عن كل التتبيلات، بجد روعة. هتستغنوا بقى عن كل التوابل اللي بتحطوها، يا دوبك بس هنحط ملح وفلفل اسود. واهم حاجة صدور الفراخ تكون يعني تخينة شوية، سمكها تخينة عشان نقدر ندقها وتطلع معانا ايه، مظبوطة معانا، ما تكونش رقيقة قوي. نزلنا كده بالبابريكا، فلفل اسود وملح بسيط بس مش كتير. وكده خلاص تبلنا صدور الفراخ بتاعتنا، هنسيبها بس متبلة شوية ونرجع لها. يستحسن نسيبها ساعة ولا ساعتين. نيجي كده على كيس تلاجة وهنحط قطعة الفراخ ونبتدي بقى ندقها. بعد ما دقينا قطعة الفراخ بتاعتنا، ودي بتسهل علينا في التسوية، وبناخد برضو حجم اكبر عشان نقدر نلفها رول. ومعانا كده بقى اي حشوة انتوا تحبوها. انا معايا هنا لانشون بالبسطرمة، ومعايا هنا جبنة رومي. بصوا قطعة جبنة عادية خالص بس كده، دي الحشوة بتاعتنا. انا بقى الكراست اللي هنعملها بقى للفراخ بتاعتنا. معانا هنا فيجيتار حار، وحط عليه معلقة كركم عشان الفراخ بتاعتنا ما تاخدش لون، والحركة دي بتخلي الفراخ بتاعتنا ذهبي وجميلة. ومعانا هنا الدقيق، ومعانا هنا البضاية، ونزلنا عليها فلفل اسود. بس كده دي الكراست بتاعتنا. نبتدي بقى كده نلف يا حبايب قلبي. بصوا سهلة جدا وبسيطة، مفيهاش اي تعقيد. بصوا ما شاء الله، لف عشوائي خالص، مفيش اي افتكاسة فيه. بس كده بصوا ما شاء الله اتلفت معانا. ادي كده اول واحدة، هنبططها بس بايدينا كده. تمام. مع بعض واحدة كمان. هناخد قطعة اللانشون كده وعليها قطعة الجبنة، ونبتدي برضو نلف بنفس الطريقة. بصوا سهلة جدا جدا جدا. ولو واحدة اتقطعت معاكم مفيش اي مشكلة، هنلفها برضو عادي، وما نحط لها بقى الكراست بتاعها. كل ده هيبقى حاجة واحدة. بس كده هنكمل بقى الكمية كلها ونرجع لكم حبايب قلبي. وكده بقى هندخلها الفريزر تسمغ معانا، بس تتماسك كده لمدة 5 دقايق بس، ونرجع لكم تاني حبايبي. نيجي بقى في البيت يا حبايبي، ناخدها كده ايه بالشوكة، نحاول بس ايه ننزلها في البيض، بس مش هننزلها خالص يعني، مش هنغطسها للاخر. هنحاول بس ايه ننزل عليها البيض كده تدريجيا. بس كده تمام. هنيجي بقى بالشوكة كده هنطلعها فين بقى، هنصفيها ونطلعها في الدقيق. ونيجي كده بالدقيق نعفرها بالدقيق يا حبايبي، تعفيرة خفيفة بس. نضغط عليها كده بايدينا ومن الجنب. بس كده تمام زي الفل. هنيجي بقى ايه في الفيجيتار بتاعنا،
ونحاول بقى نغلفها، ندوس بس عليها كويس عشان تطلع معانا ايه مظبوطه. بس كده تمام. وكده خلاص الفراخ بتاعتنا كفرناها بالكفر بتاعها، ندخلها على الفريزر بس تتشمع برضو 10 دقايق ونرجع لكم تاني. كده البصلايه في الكبه ونضربها. هنضربها، عايزين البصلايه ناعمه شويه عشان ما تبانش في الرز. بالسمنه كده هننزل ايه بمعلقتين زيت بس مش اكتر عشان الرز بتاعنا يبقى مفلفل. بس كده حاجه بسيطه زيت. ننزل بالبصله كده من الكبه بقى. هنقلب بقى البصلايه، احنا مش عايزينها تاخد لون، هنقلبها بس كده لغايه ما ايه تصفر معانا بس مش اكتر. وهننزل عليها بقى بمكعب مرقه، وده بيدينا تيست حلو جدا. وهننزل بالملح، مش هنكتر بس في الملح عشان ايه مكعب المرقه. وهننزل كده بسنة 7 بهارات، ولو مش حابين تحطوها براحتكم يعني. انا حطيت هنا ربع معلقه بس مش اكتر. بص البسله بقى لونها بجد تحفه. كده خلاص تمام. بص البسله بتاعتنا بقت جاهزه خلاص، هنستكفى فيها. وهننزل عليها بقى بالرز ونديهم بقى تشويحه مع بعض كده. هنديهم بقى تشويحه حلوه كده عشان الرز يتغلف بقى بايه بالسمنه ويبقى مفلفل معانا. بصوا الطريقه دي بتخلي الرز مفلفل وتحفه. اهم حاجه ايه يخرفش معانا كده. شوف بقى الخرفشه ده اللي هيخلي الرز بتاعنا بص مفلفل وغني. هنفضل نشوح فيه كده لغايه ما ايه يخرفش معانا. وكده خلاص يا حبايبي، بص الرز خرفش معانا وكده تمام. ضمننا الرز بتاعنا هيطلع تمام. هننزل معانا بقى الميه السخنه من الكاتل كده، وننزل ايه على الرز بتاعنا. ما نكترش في الميه بتاعتنا عشان الرز يطلع مفلفل. لو احتاج تاني هنزيد، يعني انا من النوع اللي مش بزود الميه قوي في الرز لان الخضار بينزل. هنزل كده بشويه ميه كمان. بس كده تمام. هنسيبه يغلي بقى وبعد كده نرجع له تاني. واول ما الرز يبتدي يتشرب كده هننزل بقى بالفلفل الالوان، وكده بنزود بقى القيمه الغذائيه بتاعته. يا دوبك بس بنقلبه تقليبه كده ونسيب الرز يتشرب. وهننزل بالزيت كده نختبره بقى نشوفه كده سخن معانا ولا لا. لسه شويه، نستنى اما الايه بس كده الزيت سخن معانا. هننزل بقى بالكوردون بلو. اهم حاجه الزيت يكون سخن ما يبقاش بارد. هننزل كده بالكوردون بلو بتاعنا. بس ما شاء الله. طبعا الزيت لازم يكون كتير مش قليل عشان يستوي معانا تمام. هننزل 3 كده. اول بس ما ينزل كده في زيت سخن هنبتدي بقى نهدي النار عليه بعد 3 دقايق. بعد كده 5 دقايق يا حبايبي الجبنه هتبتدي تسيح معانا. هنا هنقلب بقى الفراخ بتاعتنا. بس بقى الله بقى على الجمال، بجد طالعه معانا ناجحه جدا جدا يا حبايبي. حاول بس نقلبها بالراحه. بس ما شاء الله. هتهدي بس النار عليها اول 3 دقايق كده ونسيبوها تستوي بقى براحتها. هي ما بتاخدش وقت طويل معانا، هي كل الحكايه 10 دقايق لان احنا طبعا دقينها. مادام احنا دقين الفراخ بتاعتنا ما تقلقوش منها خالص، بتستوي بتبقى بمنتهى الجمال. حبايبي بص الفراخ بتاعتنا ما شاء الله الجبنه بص ساحت بقت منتهى الجمال. يا دوبك هي كده معايا بقالها 12 دقيقه بالظبط. وانا كده هستكفى بقى بالمرحله دي، هطلع على طول على مناديل المطبخ. بص بقى جمالها ولونها بجد روعه. بصوا بقى الجمال متماسكه معانا والجبنه ساحت وبقت بجد حاجه كده روعه من الاخر.
كل الحكايه متاخدش معانا وقت في التسويه زي ما انتم متخيلين، هي كل الحكايه 12 دقيقه بس. هنكمل الكميه كلها ونرجع لكم بقى يا حبايبي. الجبنه بتمط ازاي، بصوا بقى جمالها ما شاء الله. بصوا الجبنه سايحه ازاي، بصوا بقى الجمال بجد تحفه. افتح لكم واحده تشوفوها حبايبي. بعد ما عملنا بقى الفراخ الرول بتاعتنا، بصوا بقى جمالها وشكلها بجد بتتحدث عن نفسها. لو عجبكم بقى الجمال ده كله، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد انا بنزله حبايبي. واستنوني في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله.